السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم يلا كورة. اليوم جايبين لكم أبرز مستجدات الكروية المرتبطة بالنجوم الكرة المغربية. تألق نصير مزراوي مع مانشستر يونايتد يرفع قيمته التسويقية. خطوة مثيرة من ياسين بونو بعد حفل جوائز الكاف. وأخيرا تطورات أزمة حكيم زياش مع غلطة سراي. تابعوا معنا التفاصيل للنهاية. ونبداو مع نصير مزراوي. يواصل التألق ديالو في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد خلال ميركاتو الصيفي الماضي قادما من بايرن ميونخ. اللاعب المغربي فرض نفسه كركيزة أساسية في تشكيلة المدرب، وبفضل أدائه الكبير الذي يجمع بين الصلابة الدفاعية والمساهمة الهجومية. هذا التألق انعكس مباشرة على قيمته التسويقية التي ارتفعت إلى 32 مليون يورو، وهو رقم يعكس العمل الكبير الذي يقدمه في واحد من أصعب وأقوى الدوريات في العالم. مزراوي أصبح اليوم واحد من أفضل الأظهرة في الدوري، ويؤكد مكانته كواحد من أبرز لاعبي الجيل الحالي في الكرة المغربية. وندوز دابا عند ياسين بونو، حارس الهلال السعودي ونجم المنتخب المغربي. أثار اهتمام الجميع بعد ردة فعله عقب حفل جوائز الكاف 2024 الذي أقيم بمدينة مراكش. الحفل عرف تتويج النيجيري لقمان بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية، وهو ما أثار جدلا كبيرا بين الجماهير العربية والمغربية والعالمية. بونو عبر عن دعمه للاعبين المغاربة عبر نشر صور 4 منهم على خاصية ستوري بحسابه على الانستغرام، وهم أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد، سفيان رحيمي نجم العين الإماراتي، وأيوب الكعبي مهاجم أولمبياكوس. هذه الخطوة تعبر عن اعتزاز بونو بجهود زملائه المغاربة الذين تألقوا سواء مع أنديتهم أو مع المنتخب الوطني خلال العام الجاري. رسالة واضحة تؤكد أن اللاعبين المغاربة دائما في القمة رغم التتويجات الغائبة عنهم. أما حكيم زياش فالوضع ديالو مع نادي غلطة سراي التركي كتعرف توتر كبير. اللاعب غاب بشكل مفاجئ عن تدريبات الفريق قبل ساعات من المباراة المهمة ضد طرابزونسبور التي انتهت بخسارة فريقه 4-3. حسب تقارير إعلامية تركية السبب وراء هذا الغياب هو قرار المدرب أوكان بوروك استبعاد زياش من قائمة المباراة، ما أغضب اللاعب بشكل واضح ودفعه للتغيب عن التدريب. الأزمة تعكس العلاقة المتوترة بين اللاعب ومدربه في وقت حساس يحتاج فيه الفريق إلى جهود كل لاعبين. في ظل هذا الوضع تقارير إعلامية أشارت إلى أن زياش يفكر جديا في مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. هناك اهتمام كبير بخدماته من نادي رين الفرنسي بالإضافة إلى عروض من الدوري الأمريكي، وهو ما قد يشكل بداية جديدة للاعب الذي يبحث عن بيئة تتيح له التألق والمشاركة بشكل مستمر. كانت هذه أبرز أخبار الكروية المرتبطة بنجوم الكرة المغربية. نتمنى أن نكون قد أوصلنا لكم كل التفاصيل بشكل شامل وممتع. لا تنسوا دعمنا بضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار. كانت معكم قناة يلا كورة، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.